من ساعة ما قالوا حقوق المرأة والحرية والمساواة، وزي ما تكون ماسورة وفرقعت نسوان، وبقت أي شغلانة غرقانة نسوان. مصالح حكومية، خدمات فندقية، أجرة باليومية، حتى التاكسي والعربية سوا النسوان. زمان أيام الرسول والصحابة كانت الست ست محفوظة، وقارها حميها، مش اللي بنشوفها دلوقتي على النت. في عصورنا الحديثة كان في حاجة اسمها راجل البيت، وسيد كان دليل، وأمينة في الوقت ده كانت نموذج لست البيت. أفهم إيه اللي حصل؟ ده حتى ما بيحطوش إيديهم في حاجة وتمشي زي الكتاب بيقول. والغريبة إن الإدارة كمان بقت ليهم. وأنا بقى اللي أعرفه إن الست أمان الراجل في بيته ودفاه بعد ما شقاه بره يطول. زحمونا في كل حاجة، حتى عادي تخلعك لو ما عجبتهاش في حاجة، وتسمع من المنقي خيار لو تعبانة وطلبت منها حاجة. ساعات كتير بسأل نفسي، لو النسوان فضلوا قاعدين في البيوت كانت البطالة ممكن تموت. ده حتى تملي شغلهم في سكة شمال، يا تحب زميلها على جوزها، يا يحب زميلته على مراته، وده طبعا مش في كل الأحوال. بس الغريبة إن أي صاحب عمل عاوزها حسنة المظهر وقوامها عالي العالي. العيب عيب مين؟ عيب راجل قبل إن مراته أو أخته تشتغل، ولا عيب راجل ما بيعرفش يعيش يومه غير ما يشوف قدامه واحدة جميلة بتشتغل؟ كده كده العيب عيب رجالة حله من بدل وما بقاش هو الحال. عايش على قفا الهانم هوالة وقاعد في البيت بيربي العيال. تزعلوش مني، أنا برضه مراتي شغالة، وعشان صعبان على نفسي نعيش مع بعض رجالة حبيت أعيشكم معايا الحالة. نصيحة، والله أنا والله ما بذم في النسوان ولا حاجة، أنتوا على راسنا من فوق. وعلى فكرة عظماء التاريخ كتير قوي منهم اللي مربيهم ستات. محمد الفاتح اللي فتح القسطنطينية كان تربية ست، الإمام الشافعي كان تربية ست، ونماذج كتير قوي. عايزينكم تقعدوا في البيوت تركزوا في تربية العيال، طلعوا لنا نشء كده طالع للمجتمع كويس. اتفننوا في تربية العيال، اتفننوا في جمال نفسية الراجل. خليكوا كده ستات حاجة جميلة، جزء تاني. بلاش الدور اللي انتوا واخدينه ده. والله العظيم ما دوركم، انتوا برواز جميل يتحط في البيوت، حاجة جميلة تفرح أي راجل يخش أي بيت وهو جاي خربان وزهقان.